طيب الفيديو اللي فات الناس كتير قوي قعدت تهاجمني وتقول لي علي انت مغيب ولا ايه؟ الاسعار في امريكا غليت جدا، الناس ما بقتش قادره تعيش، ما بقاش في شغل وكلام كتير كده كنت بسمعه الحقيقه في الكومنتات. كلام عجيب جدا. اول حاجه عشان اعرفك، انا بقالي كتير ما اعرفش حاجه عن امريكا خالص. انا اصلا مش في امريكا وما اعرفش اي حاجه دلوقتي في الفتره دي عن امريكا خالص، تمام؟ ولكن في الفترة اللي هو دونالد ترامب مسك فيها، أول فترة كانت في حاجات بدأت ترخص، وده بالفعل كان ملحوظ، وناس كتير قوي من اللي كانوا قاعدين في أمريكا شهدت بالموضوع ده. مش انا بس، ناس كتير قوي كمان كانوا بيقولوا لي فعلا انت عندك حق، الاسعار رخصت. طب في الفتره الاخيره اللي حصلت فيها الحرب، طبعا وارد ان الاسعار تغلى، ده وارد. يعني انت اي واحد ماشي في الشارع لو جيت كلمته هيبقى عارف ان الاسعار هتغلى في امريكا بسبب الحرب، فاهم ازاي؟ فانت جاي تهاجمني وانت اصلا مش دريان بالدنيا ولا ايه؟ يعني انا مش عارف. فما علينا، هي الاسعار غليت بسبب الحرب، ده اللي انا جاي اقول لك عليه. الاسعار غليت بسبب الحرب. برميل النفط بعد ما كان الجالون في بعض الولايات ب 3 دولار الجالون، بعد ما كان بيكسر ال 8 وبيكسر ال 7 دولار، كان وصل ل 3 دولار. كانت ما حصلتش في عهد بايدن. فانا لما بقارن وبقول لك الاسعار نزلت، انا بقارن العهد بتاع ترامب ده بعهد جو بايدن، فاهم ازاي؟ مش بقارن بامريكا زمان. يعني لازم تبقى ماشي معايا على الخط، تبقى حيرك كده، افهم الكلام. مش لازم تيجي تهاجم وخلاص، يعني فاهم؟ انت حافظ مش فاهم. المهم، فانا عايز افهمك حاجه، ان طبيعي العالم كله دلوقتي هيحصل عنده ازمه، وازمه في الاسعار. ده بسبب ايه؟ بسبب الحرب بتاعه ايران. وما تنساش ان في حرب تانية بتاعه روسيا واوكرانيا، دي اصلا من الاول كانت مقصره. فانت زودت الطين بله وجيت امريكا نفسها بقت في حرب. امريكا نفسها بقت في حرب، فوارد جدا ان الاقتصاد الامريكي يقع، لان الحرب دي بيتصرف عليها مليارات. حامله الطيارات الواحده في اليوم علشان تفضل في التمركز بتاعها في اليوم الواحد بتتكلف 700 وحاجه مليون دولار في اليوم الواحد، حامله الطيارات الواحده، فاهم ازاي؟ فطبيعي لازم الاقتصاد يتضرر. بعدين ما تنساش ان دول الخليج بتتضرب، وفي حقول بترول اتضربت، فبالتالي سعر البترول هيغلى عالميا. ولكن تعال نتكلم على قوة الدولار. دلوقتي الدولار زاد، ولكن القوة الشرائية بتاعة الدولار، يعني بعد ما مثلا يا سيدي الدولار كان بيجيب لك قهوة الدولار الواحد، لا دلوقتي انت عايز القهوة دي دولار ونص 2 دولار عشان تجيبها، ويكاد يكون في بعض الولايات الغالية 3 دولار، يعني زادت 3 اضعاف، ضعفين. ده كل ده بسبب ايه؟ بسبب الحرب، وبسبب ان البترول غلي عالميا، مش في امريكا بس. انت بص على الدول التانية كلها. فما تجيش انت عشان قاعد في امريكا. أنا اغلبية الناس اللي كانوا بيهاجموا ناس اصلا قاعدة في امريكا. فانا مش عارف يعني انتوا بتفكروا ازاي، ولا انتوا مش شايفين الدول التانية بيحصل فيها ايه؟ فانت يعني المفروض تبوس ايدك وش وظهر، فاهم؟ اما بالنسبة للناس اللي بتقول لي يا علي اصلا امريكا ما فيهاش شغل، ما فيش اي دولة في العالم دلوقتي فيها شغل. العالم كله باظ، العالم كله دلوقتي بيمر بفترة كده، فاهم؟ اللي هو كل واحد بيحاول يسيطر على الوضع اللي هو فيه، بيحاول ما ينزلش، فاهم ازاي؟ ما ينزلش بالمستوى. فانت بتتكلم دلوقتي ان انت ما فيش شغل، ما المرتبات دلوقتي مش احسن حاجه. ها وبعدين ما بص في دول العالم التانية كده كده ما فيش وظايف في اي، يعني حاول ما تدورش على وظيفه. عايز تدور دلوقتي على وظيفه حاجه تكسب منها، اكسب من بيتك من الانترنت. الوظيفه اللي هي تنزل تروحها وكل يوم الشغل وبدله انتهى كل ده، كل ده انتهى. دلوقتي في حاجه اسمها ريموت جوبز، وقلت لك هعمل لك فيديو ان شاء الله قادم وهقول لك ازاي تشتغل من البيت وتاخد 27 دولار في الساعه، وبعض الشغلانات هتديك 16 من 16 ل 27 دولار في الساعه. قلت لك هقول لك على ويب سايتس بس ما تعتمدش عليها، دي تكون فيها راس مال وتبدا انت تستارت يور اون بيزنس، اللي هو تبدا انت البيزنس بتاعك. انما ما ينفعش في الزمن ده تعتمد على وظيفه، لازم تشوف لك طريقه انت تعمل بيها بيزنس، ايا كان انت في بلد ايه. ايا كان انت في بلد ايه، جو الوظيفه ده انت قلت لكم في الاول من زمان لو تفتكروا الناس اللي بتشوف فيديوهاتي القديمه، قلت لك امريكا مش بتاعه انك تفضل موظف طول عمرك. فانت داخل من اوائل الالفينات ولا ايا كان انت داخل من امتى، جاي تقول لي ما بقاش في شغل، والشغل مش احسن حاجه دلوقتي، والمرتبات. قلت لك الشغل ده ستيب. الناس بتيجي لسه امريكا، لسه جايين امريكا، بينزل يشتغل في شغلانه اي كلام كده علشان يا دوبك يعرف يعيش ويقف على رجليه ويبدا البيزنس بتاعه. عايز وظيفه، عندك دول الخليج، عندك ما بلاش امريكا. قلت لك امريكا مش بتاعت انك تشتغل موظف،
روح اوروبا يا سيدي، روح قلت لك دول الخليج لو عايز تشتغل موظف، احسن بلاد ممكن هتقبض فيها واحسن بلاد هتعيش فيها عيشه كويسه لو عايز تشتغل موظف. قلت لك عندك دول الخليج. انما امريكا مش بتاعت انك تبقى موظف. دلوقتي اغلبيه الولايات ما فيهاش شغل. انا بكلمك بصراحه بقى، لو عايز الولايات الرخيصه، الناس اللي بتروح الولايات الرخيصه ما فيهاش شغل، وانت قاعد لي في فاميلي ستيت. انا عايز افهم اللي بيقول امريكا دلوقتي ما فيهاش شغل خالص وما فيهاش فلوس. انت قاعد في ولايه، انت قاعد تحت بير السلم. انت مستحيل تكون قاعد في نيويورك ولا في كاليفورنيا ولا في فلوريدا ولا في تكساس ولا في ولايه من الولايات الكبيره دي. انت هتلاقيك قاعد في سانت لويس مثلا، نيو جيرسي، اللي هي الولايات اللي هي الفاميلي ستيتس. فاهم ازاي؟ فانت ما تجيش تبقى قاعد انت اصلا في ولايه كده وتيجي تشتكي ان ما فيش شغل. لا يا حبيبي في شغل، لا يا بابا في شغل. متعب، مش قد كده، مش هتقبض كويس، بس في شغل وهيعيشك مرتاح. مش هيحقق لك نسبه رفاهيه كبيره ولكن هيعيشك مرتاح. غير كده تبقى المشكله عندك انت. انا بقول لك اهو، اخر حاجه في حرب بقى في ان شاء الله لو في ايه، في ولايات كده زي فلوريدا النفس فيها كده تتنفس تجيب فلوس فريلانس. ما تشتغلش عند حد، اعمل فريلانس، اعمل فري. انا بحاول اساعدك، انت مش عايز تساعد نفسك. انا بحاول اديك افكار واديك واقول لك على حاجات تعملها، انت مش عايز. لا، امريكا فيها فرص وما تحبطوش الناس. والناس اللي قاعده في بلاد مش لاقيه خالص، مش لاقيين خالص. انما انت لو عندك مصدر دخل في بلدك وعايش يعني قادر تعيش برضه ايا كان، ما فيش نسبه رفاهيه كويسه ولا حاجه، خليك في بلدك. انما انا بكلم الناس اللي مش لاقيه خالص. امريكا فيها شغل وهتعرف تقف على رجلك فيه، بس لو هتفتح يور اون بيزنس، مش هتشتغل موظف. مفيش اي دولة في العالم دلوقتي هتقدر ان انت تشتغل فيها موظف وتعيش كويس ومش هتتبهدل. لا لا لا، كل دول العالم هتشتغل فيها موظف هتتبهدل ومش هتعيش كويس. كل دول العالم، مفيش دولة واحدة تقدر ان انت تشتغل فيها. والجو بقى بتاع زمان، الوظيفة والبدلة والكرافتة والكلام ده، انساه خالص، انساه خالص. الزمن خلاص اتغير. الزمن بتاع ايه، عايز واحد كده حرك بيأقلم نفسه، بيتأقلم حسب الوضع. ده زمن السوشيال ميديا والانترنت، زمن ان انت تعمل يور اون بزنس. شوف الناس عايزه ايه وقدمه. انت ممكن دلوقتي تفتح مشروع من بيتك، تقدم للناس خدمات هم محتاجينها من بيتك. واحد مثلا يا سيدي انت بتعرف تتكلم لغتين، اشتغل افتح السكايب واشتغل مترجم. واقف ليه؟ هتاخد في الساعه يا عم $5. انت لو بره امريكا $5 دول بالنسبه لك هيبقوا كويسين جدا، لما في الساعه الواحده تاخد $5. وانا اديتك نبذه عن الفيديو اللي جاي، قلت لك هكلمك عن ويب سايتس ممكن ان انت تشتغل منها من بيتك بالنت بالموبايل او باللابتوب وتعمل فلوس وانت قاعد في بيتك. سيبك بقى من جو الوظيفه ده، سيبك من جو الوظيفه ده، اسمها ريموت جوبز. وابحث على جوجل هتعرف انا قصدي ايه بالريموت جوبز. عايز تعمل فيديوهات على الانترنت، اشجعك تماما. عايز تعمل دلوقتي الاوتوميشن والحاجات ده، كل ده فلوس وانت قاعد، الوفات الدولارات وانت في بيتك. كل ده بس ايه، مش عايز احرق الموضوع لان ده هنتكلم فيه الفيديو اللي جاي. فامريكا راحت في داهيه، تقدر تقول ان امريكا راحت في داهيه. ولكن لو هتقارن بقى بجد امريكا، قارنها بعهد جو بايدن. شوف امريكا ساعتها ما كانتش في حرب، شوف دلوقتي الاوضاع، وشوف ايام بايدن الاوضاع. دلوقتي انا معاك يا عم ان هي مش احسن حاجه، ولكن انا بتكلم اول ما ترامب مسك. سيبك دلوقتي عشان في حرب. انا بتكلمش على الحرب دي لما تقف الدنيا هتبدا ان هي ترجع ايه زي الاول وكده. ولكن اول ما ترامب مسك، مش سعر البترول رخص؟ الاجابه رخص، بس خلاص يعني الاسعار بدات تنزل زي ما انا كنت قايل لك الفيديو اللي فات. انا دلوقتي ما اعرفش حاجه عن امريكا، فجايز ان فعلا الاسعار تكون غاليه. ده طبيعي، ده طبيعي لان في حرب، ده طبيعي. فما تكلمنيش في حاجه زي كده. انا هو بقول لك مش عارف حاجه عن امريكا بقالي فتره. لو جيت قلت الاسعار هتفضل زي ما هي، هقول لك لا، الاسعار غليت. ولكن الدولار قوي، بس القوه الشرائيه بتاعته نزلت الايام دي. بتاع الذهب، تجيب ذهب ومعادن وفضه والحاجات دي هتكسب منها قد كده. ولكن حاول على قد ما تقدر ان انت لو شغال وظيفه تشوف سايد جوب، تعمل حاجه جنب الوظيفه دي، لان الوظيفه لوحدها مش كفايه. ولازم تبتدي تفكر ان انت تنفرد بنفسك وظيفيا. يعني تنفرد بنفسك وظيفيا، ان انت يبقى عندك شغلانه انت اللي بتديرها، انت اللي بتعملها، انت اللي بتمسك راس المال، مش شغال عند حد وبيقبضك. فاهم ازاي؟ انا بحاول اطورك. حاول ارجوك ان انت تفهم كلامي للاخر علشان تستفيد، وما بقاش انا كل ده بضيع وقت على الفاضي وبقى ايه يعني بهرف كلام اصلا الناس مش فاهماه. لو انت مش فاهم حاجه اكتب لي تحت في التعليقات. الناس اللي بتشتم ليه؟ في ناس بتشتم. طب ما انا ممكن اشتم يا ابني. هو اسهل حاجه، انت لو جبت عيل صغير لسه مولود في الشارع، ما هو ممكن يشتم ويقول الفاظ ويتنمر ويتريق عليك، وانا ممكن انا كمان اعمل عليك كده على فكره، بس انا بكبر دماغي. فاهم ازاي؟ الناس اللي انا رديت عليهم الفيديو انا عشان اعرفك بس ان الشتيمه سهله. يعني لو انت فاكر انك بتشتم وكده، ما انا لساني زفر على فكره.
يعني مش بفتخر ولا حاجه، بس انا بعرفك انا لساني زفر وبعرف ارد كويس قوي، وبعرف اشتم واقول الفاظ، كل الكلام ده بعرف اعمله. فانت لو فاكر انك هتشتم ومش هيترد عليك، انت اهبل. انت حتى لو ما ردتش عليك في الكومنتات، وانا بشوف الكومنت هيجي في بالي حاجه، يعني انت عارف هيجي في بالي ايه. فحاول ان انت تبقى محترم وتحاول تستفاد، وحاول ان انت تفهم انا بقول ايه علشان تعرف تستفيد. ولو في حاجه انا غلطان فيها وضح لي ونتناقش في التعليقات باحترام. جايز تكون انت صح، ما عادي، انا مش خبير في كل حاجه، ولكن انا بقول لك الحاجات اللي انا عارفها ومجربها. الشغل من البيت دلوقتي هو الحل. الزمن ده ما بدورش على وظيفه خالص، وقلت لك استنى الفيديو اللي جاي غالبا هيبقى اسمه او بتايتل يعني ما تدورش على وظيفه او اوعى تشتغل موظف، هيبقى حاجه كده يعني. فانت اول ما تشوف الفيديو اعرف كده، هعرفك ازاي تشتغل وتعمل فلوس من البيت بس بكل بساطه، وانت قاعد في بيتك بالانترنت بتاعك، ايا كان الدوله اللي انت قاعد فيها، ايا كان الدوله اللي انت قاعد فيها. انما بقى لو فاكر ان انت هتروح امريكا موظف والكلام، لا لا لا، الموضوع بقى صعب قوي، لان انت اصلا في الغالب مش هتعرف تروح اساسا. زي ما انا قلت لك، راجع الفيديو اللي فات، مهم جدا، مهم جدا الفيديو اللي فات لو انت بره امريكا وعايز تروح امريكا. ولو انت جوه امريكا، يعني انا رديت برضو على الفيديو اللي فات، لان في ناس كتير اتدخلت وقعدت تقول لي انت عايش في الوهم، ده الاسعار غليت جدا، ده مش عارف ايه. انا بكلمك اول ما ترامب مسك عشان طبعا عمليات الترحيل والحاجات دي اللي كان بيعملها والصفقات اللي عملها من دول الخليج، فالاقتصاد الامريكي بقى كويس وفي حاجات كتير رخصت، وسعر الشقق والعقارات في امريكا رخص. انما دلوقتي هيغلى، طبعا هيغلى عشان في حرب. بس العالم كله دلوقتي هيغلى وهيحصل ازمات عشان في حرب، وحرب في منطقة الشرق الاوسط، حرب صعبة كمان، حرب مش بس فيها امريكا، لا ده فيها دول الشرق الاوسط كمان، دول الخليج. فطبيعي جدا ان البترول يغلى، ولما البترول هيغلى كل حاجة هتغلى، ولكن مش الغلا الفاحش اللي هو واحد بيقول لي يا ريتني ارجع، وانا ايه اللي جابني امريكا؟ طب ما ترجع يا عم، ارجع وشوف بقى، شوف الدنيا هناك عامله ازاي لما انت في امريكا وبتشتكي. امال اللي هناك بقى يعمل ايه؟ ارجع، انت واحد زيك، خساره انك تبقى في امريكا اصلا. ارجع عشان تعرف ان الله حق، وتعرف ان انت كنت في نعمه. ما هو الانسان كده ما بيحسش بالنعمه غير لما تروح من ايده. انت دلوقتي محطوط في opportunity مش عارف تستغلها، لا هتتاخد منك، وهتعرف بقى ان الله حق. ما هو الانسان كده، هو الانسان بيتبطر. يمكن لو كانت الفرصه جات لواحد غيرك محتاجها كان قدر ان هو يتصرف، انما انت عايز ايه؟ ما تتعبش دماغك، وعايز وظيفه، انت راجل خلاص يعني اللي هو فاهم، مش بتاع تفكير، مخك اصلا مش شغال، وعايز تقعد كده ايه، تشتغل موظف، واحد يجي يقبضك اخر الشهر وخلصت على كده، تاكل وتشرب وتنام وخلاص. هو ده اللي انت عايزه، مش عايز تتطور، مش عايز ترقى بنفسك، انت حر. بس انا بلغت، حاولت اساعدك، مش عايز تساعد نفسك محدش هيساعدك. بس اتمنى الناس اللي تكون عايزه تكون فهمت. ما تاخذونيش طبعا ان انا انفعلت، لان فعلا في ناس غباء، يعني انا شفت كميه غباء في التعليقات، يعني الواحد بيشوف بصراحه ناس ما علينا يعني. ربنا طبعا ارحم بيهم، ربنا ارحم بعباده كلهم. حاول ان انت تتطور معايا، العالم كله دلوقتي في أزمة. حاول ان انت تشوف لك دخل زيادة، لو جنب وظيفتك تعمل دخل زيادة، تتعلم حاجة جديدة، تتعلم حرفة، تتعلم مهارة، عشان هو ده اللي هيفيدك بجد. الوظيفة بتاعتك عمرها ما هتفيدك ايا كان انت بتقبض كام، لان الوظيفة دي انت ممكن في يوم وليلة تخسرها. انا مش بقولك كده عشان بحبطك ولا بسودها في وشك، انا بقولك كده عشان تاخد بالك وتاخد حذرك، عشان لو مصيبة حصلت تبقى انت اوريدي جاهز، وتقول علي قال، ده علي كان بيحذرني وانا ما كنتش واخد بالي. لو حصل ازمه اقتصاديه هيبتدوا يفرقوا، هيمشوا عماله كتير، هيسرحوا عماله. فلو انت بقى منهم هتعمل ايه؟ تقدر تقول لي؟ بس فانت لازم تتطور، لازم تبتدي ايه، تشوف حاجه كده ايه تحسن لك دخل، حاجه تقف عليها بقى بجد، تتسند بقى كده، تبقى فاهم. بس ما تنساش اللايك وتشير الفيديو ده، لان اللايك بيدعم الفيديو جامد على الانتشار. بلاش بقى البخل، احنا في رمضان وشهر الكرم وكده، فيعني خليك كريم واعمل لايك ما تنساش. بس ان شاء الله هقدر احاول اساعدكم. ما تنساش ان انت تشترك في القناه الجديده، عامل عليها كولابوريشن، هتلاقيها تحت، اعمل سبسكرايب في القناتين، علشان برضو القناه الجديده هنبتدي ان احنا نحط عليها فيديوهات مهمه وكده. ولكن مش، انا اصلا عايز اخرج من موضوع السفر ده خالص، يعني انا بس ما عملتش الفيديوهين دول غير عشان اتكلم على شويه حاجات، بس ايه، كان في ناس عايزين ان انا اتكلم عليها، فكان لازم ان انا اطلع عشان اوضح الامور دي. بس ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله. بس اشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو، السلام عليكم.